ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء التسامح، يا مساء التفاؤل، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو مع بعض حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه وروتين ايه، زي ما انتم شايفين كده قدامكم وزي ما هتعرفوا من عنوان الفيديو. محشي طبعا، ومحشي الكرنب. ومش اي حد يا جماعه يعمل محشي، ومش كل اللي يعمل محشي يقول انا عملت محشي. المحشي ليه يعني ليه حركات وتكات، وليه حاجات معينة بتتعمل بتخلي يعني طعم المحشي ده في حتة تانية خالص. لما تاكليه تقولي فعلا انا اكلت محشي، وما تنسيش طعم المحشي ده نهائي. فهنا كده بقى انا اقول لكم على طريقة. بصراحة مش انا اللي عاملاه، انت تعرفوا في الفيديو هو شغال مين اللي عامل المحشي ده. هنعرف تفاصيل وحاجات كتير عن المحشي، كملوا معايا الفيديو للاخر وانت هتعرفوا. اول حاجه طبعا بندخل عليها، اول حاجه كده وضبت الكرنبايه معاكم زي ما انتوا شفتوا. انا اللي كنت بوضبها، وهنا بقى السليق انا برضو اللي سلقته. يعني كده بديه سلقه كده خفيفه. آه زي ما انتوا كده شايفين معانا في الفيديو. المحشي ده ما يعني ما فيش كبير صغير، يعني كله بيحب المحشي. انا عندي ابني 3 سنين بيعشق حاجه اسمها محشي، يديه محشي. هنا الكرنبايه بقى اتسلقت وخلاص تمام. هنا بقى بنوضب، بنجهز بقى التجهيزات بتاعتها. هنا مرات اخويا جابت كده الخضره هي بتجهزها معاكم. المحشي ده انت هتاكلوه من ايدين، بصوا يعني هما 2 ايدين مرات اخويا، بس المشرف الاساسي في المحشي ماما. هي بقى خدت وصفة ماما وطريقة ماما في المحشي، وهي مرات اخويا. بس بقى انتوا عارفين كل واحد بيحب يضيف التكات بتاعته، فهي برضو حطت يعني حركات بتاعتها في المحشي وعملته بنفس طريقة ماما، بس غيرت كده في حاجات بسيطة. هنا النهاردة انا هوريكم ده المحشي وطريقته. والله العظيم تحفة تحفة تحفة، جربوها ومش هتندموا. دي طريقة مرات اخويا، يعني واخدة طريقة ماما وضايفة عليها شوية حاجات او مغيرة فيها حاجات. المرة الجاية بقى هجيب لكم المحشي بطريقة ماما بالظبط، بنفس الطريقة بتاعت ماما. فزي ما انتوا شايفين كده وماشي معاكم الفيديو، حطوا لايك يا جماعة، حطوا لايك مش هتخسروا حاجة والله. لو حطيتوا اللايك مش هتخسروا حاجة وانتوا بتتفرجوا. هنا اول حاجة شايفين حطيت هي حطت الزيت في الحلة، وبعد كده نزلت بقى بيها بايه، بالتومة. التومة هي بتشوح التومة الاول، يعني هي بتشوح التومة الاول وبعد كده هتنزل على التومة بعد ما تصفر كده حاجة خفيفة. هتنزل بالرز. فاهمين انتوا بقى كده؟ ركزوا معايا وانتوا تفهموا كل تفصيلة فيه، لان مش كله بيعمل بنفس الطريقة. يعني كل واحد وليه طريقته في المحشي، كل واحد ليه طريقته المختلفة. ليه طقوس. يعني بصي انتي ملكة في المطبخ، كل واحدة ملكة في مطبخها. انتي بتاخدي الوصفة او بتاخدي الطريقة، انتي بتحبي تغيري فيها حاجة غيري. يعني ده مطبخك، والاكل بيحب الفن وبيحب ان انت تغيري وتجددي في حاجات وتعملي. يعني بصي اعملي اللي انت عايزاه، والله يطلع معاكي طول ما انت بتعملي الاكل بحب وفرحة كده ومبسوطة وانت واقفة في المطبخ، يطلع معاكي حلو. حاولي دايما يعني جربي في وصفات، غيري هنا حطي هنا تكة كده تكة، هيظبط معاكي والله. يعني حاولي ان انت تعملي حاجة مختلفة، يعني جددي. مش لازم هو نفس الطريقة اللي انت بتعمليها، لا جربي بكل الطرق. وافضل طريقة تلاقيها مناسبة معاكي وافضل طريقة اديتك طعم جميل، استمري بقى عليها. هنا هو زي ما انتوا شايفين معانا، او هي اول حاجة نزلت بها التومة، حمرت بقى التومة كده اديت لون خفيف. ونزلت بعد كده بالرز. بعد الرز بقى حطت بقى التوابل، اي توابل عندك حطيها. هي حطت كزبرة، فلفل اسود، ملح، بص خلطة بهارات. يعني بص حطي اي يعني الحاجات اللي هي بتتحط للمحشي. يعني نوعي انت على حسب ذوقك في الاكل، حسب ذوقك في الاكل حطي اللي انت عايزاه. بعد كده هي بقى من النوع اللي بتضرب الخضرة الاول، يعني ما بتحطهاش كده متقطعة. في ناس تقطعها تقطيع صغير وتحطها في المحشي، لا دي بقى كانت ضربها، عايزه تضربها في الكبه اضربيها، عايزه تعمليها في الهون اعمليها. فدي حاجه ترجع لك بصراحه. شايفين منظر الرز انتوا عامل ازاي لما هي ضربه الخضره بقى كده، ضربها في الهون يعني دقتها في الهون زيها زي التوم، ونزلت بيها خلت الرز شكله كده مخضر وشكله جميل بصراحه. وبعد كده بقى نزلت بالصلصه بتاعه المحشي زي ما انتوا شايفين. هي بقى ما كانتش ضربها في الخلاط، كانت عاملاها قطع صغيره ونزلت بيها على البصله وسبكتها كده تسبيكه حلوه وادت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده.
فدي برضو طريقة. هنا بقى هدت النار خالص، وبعد كده بقى طلعنا في الصالة بره. هي مسكت كده قعدت تقطع في الورق. هي تخصص ان هي توضب الورق لماما. ماما بقى اللي هتشوفوها دلوقتي هي اللي هتلف معاكم المحشي. يعني لف المحشي بقى بتاع ماما ده ما فيش اتنين، يعني مش يعني ما فيش واحده، مش فيش اتنين، يعني ما فيش اتنين يختلفوا عليه. ما فيش واحده تعرف تلفه كده. إيه لا، لان لفه بقى صغيره، شايفين الحجم ده. هي كمان ده كده كانت زعلانه وكانت بتقول ده كبير وكبر مني، لان الكرومبايه كده كانت تخينه شويه، فما كانتش مدياها الصباع اللي هي محتاجاه، يعني ما كانتش مديها الصباع اللي هي عايزاه. هنا بقى هي بتلف زي ما انتوا شايفينها، لا يعني بالصبع كده تمسكيه مش عارفه يوديكي في حته تانية، حاجه كده صغيره وجميله ومش اي حد يلفها. انا محشي ماما عامه ما يختلفش عليه اتنين، يعني محشي ماما ما يختلفش عليه اتنين. وكل اللي حواليا وكل اللي، يعني كل اللي ده المحشي بتاع ماما وجربه هيعرف ان المحشي ده ما يختلفش عليه اتنين. كله بيسأل على السر بتاع محشي ماما، يعني كله بيسأل على سر المحشي بتاعها، بتحط له ايه، بتعمله ازاي، تفاصيل حركات. فدينا انا اهو كل اللي كانوا طالبين الفيديو بتاع المحشي انا نزلت لكم الفيديو اهو شوفوه. هي دي الطريقه بتاعت ماما. اي نعم مرات اخويا عشان هي بقى الايام ديت اللي ماسكه المطبخ شويه، الماما بتعمل الاكل، فبتغير كده حاجات في بتغير بقى كده حاجات في الاكل، يعني بتحط حركات بتاعتها بس باشراف، ونفس الطعم ونفس الجودة بتاعت ماما بصراحة. ومرة تانية هخلي ماما هي اللي تعمله بايدها وبنفس طريقتها بالظبط، وهنزله لكم تاني على القناة. فجربوا بالطريقة دي، يعني جربوا المحشي بالطريقة دي وانتم مش هتندموا جدا، والله والله ما هتندموا. جربوه بالطريقة ديت وهتدعوا لي. هنا بقى خالتي بدأت ان هي تلف معاها كمان. هي كانت بادئه من الاول بس انا ما كنتش مركزه معاها عشان كنت بشرح لكم المحشي وجماله. هنا المحشي بقى طاب واستوى وخلصناه. وتمام بصراحه هما اللي عملوه، انا يا دوبك سلقت الكرنبايه، سلقتها بس يعني وضبتها وسلقتها بس، هما بقى عملوا كل حاجه في المحشي والله. هنا خلاص بقى كده المحشي استوى وبنغرف اهو. بتغرف ماما ومعاها بنت خالي كمان، كانوا في اليوم دوتي هم عندنا. فشايفين بقى الاكل ده بعد ما جهز المحشي وجماله في الاطباق زي ما انتم شايفين. وهنا كنا عاملين فراخ، ملوخيه، كوسه، سلطه، يعني بصوا كنا عاملين اكل كده جميل، وكانت اللمه حلوه وكانت حاجه كده تفتح النفس والله. يلا بقى حطوا اللايك يا جماعه واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. يلا بقى سلام.